يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بدين الحق، أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم يا ربي صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وصل وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أحبائي في الله، إخواتي في الله، الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله علينا أتى بنا من بيوتنا، بل أتى بنا من بلاد بعيدة إلى هذا المكان. ما كنا نتخيل أن نجتمع في هذا المكان، ونحن من قبائل شتى ومن بلاد شتى. جماعتنا كلمة لا إله إلا الله. جمعنا دين الإسلام، هو دين الفطرة. الإسلام دين الفطرة. عندما يولد المولود الله سبحانه وتعالى جعله على فطرة لا إله إلا الله، ولكن أبواه يمجسانه ويهودانه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يولد المولود على فطرة لا إله إلا الله. فهذه نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمة لا إله إلا الله، فنحمده على هذه المنة وعلى هذا الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة قائمة إلى يوم القيامة. أمة محمد هي التي تقوم بهذه الدعوة. ليس بعدنا أمة، لا أمة بعدي ولا نبي بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم. ما في أمة تأتي بعدنا وما في نبي يأتي بعد محمد، هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فالدعوة هي مسؤوليتنا نحن أمة محمد. قل هذه سبيلي، يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا رسول الله نحن أتباع محمد، ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى المحبة، ندعو إلى الفضيلة، ندعو لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى أمرنا. نحن عبيد الله، والله خلقنا، بل خلق الإنسان لمقصد. Everybody, everyone has a purpose. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لمقصد، فلا بد أن نعرف مقصدنا في هذه الدنيا. كل شيء في هذه الدنيا أو الأشياء كذلك لها مقصد ولها شيء ولها فائدة. فما هو مقصدنا وما هي وسيلتنا وما هو الغرض؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لمقصد العبادة. وما خلقت الجن والإنس، ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. العبادة تعظيم الله، تكبير الله،
الحمد لله سبحانه. الله يريد مننا العبادة، يريد أن نمتثل أمره، لأن امتثال الأمر أو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى فيه الفلاح والنجاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. الله لا يريد لنا الشقاء، الله لا يريد لنا العذاب في الدنيا، يريدنا أن نمتثل أمره حتى نسعد، حتى نفلح، حتى نعيش في هذه الدنيا الوقت الذي حدده الله لنا، الوقت اليسير. Life is very short. فلا بد أن نعرف مقصدنا في هذه الدنيا، ولا بد كذلك أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى حتى نفلح وننجح في الدنيا والآخرة. ولكن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى يكون على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس على هوانا، ليس بما تشتهي أنفسنا نمشي بالدين أو بالامتثال. كل إنسان يمتثل على طريقته الخاصة، لا، الامتثال يجب أن يكون عن طريق سنة الحبيب محمد كما بينها وكما عرفها لنا في أقواله وأفعاله حتى نفلح. إن تطيعوا الله ورسوله تفلحوا، كما الله سبحانه وتعالى إن تطيعوه محمد تهتدوا. الذي يريد الهداية والذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة فلا بد أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى على طريق. By the way of Muhammad صلى الله عليه وسلم, by the way of the Sunnah, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم، ليس على هوانا، ليس على مزاجنا، لا. الرسول بين الطريق، طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، طريق الوصول إلى السعادة، طريق الوصول إلى رضا الله. رضا الله، كيف يرضى الله عنا؟ لا بد أن نتبع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحبائي في الله، هذا المجلس كما بينت نبين لبعضنا البعض كيف تكون دعوة الرسول، كيف تكون الدعوة إلى الإسلام بالأخلاق، بالمعاملة. الدين المعاملة، ليس الدين الكلام. Not to talk about Islam in every way or something to the people. Just that people look at our manners, our behavior. Muslim behavior. أخلاق المسلم هي التي تدعو الناس، هي التي تدعو الآخرين وينظرون ما هذا الدين، هذا يفعل كذا، هذا كذا، هذا لا يكذب، هذا لا يغش، هذا لا يحتال، ما هذا، ما دينه. ولكن نحن محتاجون لكل شيء، لكل حسنة، لكل عمل صالح، لأنه طريق الله سبحانه وتعالى دائما يبين الذين آمنوا دائما وعملوا الصالحات. إيمان فقط لا يفيد. الذين آمنوا، انظر بعدها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله أكبر. إيمان فقط من غير عمل لا ينفع. فلا بد أن يأتي الإيمان في حياتنا. والإيمان لا يأتي هكذا أيها الأحباب في الله، لا بد من جهد الإيمان، ولا بد الإيمان يريد الصبر ويريد الاقتناع الكامل، ثم بعد ذلك بعد الإيمان تأتي الأعمال الصالحة. إذا وقر الإيمان في القلب صدقه العمل، صدقته الجوارح، هي التي تقوم بالأعمال. الله سبحانه يريد مننا الإيمان الكامل والأعمال الصالحة. والإيمان الكامل لا بد أن يتحصل في الدنيا قبل الموت، لأنه بعد الموت إن كان ليس هنالك إيمان لا تفيد الأعمال. الأعمال ما تفيد من غير إيمان، والإيمان لا ينفع من غير أعمال صالحة. فنحن أيها الأحباب في الله في هذا المجلس المبارك جئنا واجتمعنا ودعونا حتى نحن وإياكم
ولو بالقليل. دعوة الجار، دعوة الصديق، دعوة الناس بالكلام. إن كنت تثق في الشخص فأنت تتكلم معه، لأنه الإنسان دائما سمي إنسان لأنه ينسى. الإنسان دائما هكذا الدنيا تشغله مشاكل الدنيا، فلا بد أن نذكر الناس. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى ما تنفع إلا المؤمنين، فدائما نتذاكر ودائما نوصي بعضنا البعض ودائما نذكر بعضنا البعض حتى يأتي الدين في حياتنا. الدين يأتي في حياتنا حقيقة، حقيقة الدين في حياتنا، وهذا لا يأتي أو لا يتأتى إلا بالاجتماع. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان المرصوص. أنا وأنت كبنيان، طوبة، بلوك over بلوك، بلوك over بلوك until we build a very beautiful house. طوبة في طوبة. فلا بد أن نتراصى ولا بد أن نتكاتف جميعا حتى يحيا الدين في حياتنا، وحتى ندعو كل الأمة وكل الناس، ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، ندعوهم ونذكرهم بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن وإياكم أيها الأحباب الكرام كلنا نعلم كيف كانت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة عندما نزل الوحي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كان عمره 40 سنة، عزة وقوة الشباب. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى خديجة رضي الله عنها، يقول لها خلاص it is enough خديجة، now we have to wake up. خلاص بعد كده ليس لنا راحة بعد اليوم. جاء الوحي، يا أيها المدثر قم فأنذر. ما في راحة، no rest. خلاص wake up. هذه الدنيا very short. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر الناس، ادعو الناس، ذكر الناس، عرف الناس بالمولى، عرف الناس بالله سبحانه وتعالى حتى ينجوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فكلنا نعلم دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، بلد الجبال، بلد المشقة والتعب. فكم تحمل أبو بكر الصديق أول من صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر كان أول من دعوته وأول من لبى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق سمي الصديق لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان في مكة كان يقول هذا شاعر، هذا مجنون، هذا كذا. أبو بكر فقط هو الوحيد الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابعوا في الدعوة إلى الله، تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى. فكانت حياته ودعوته في مكة شاقة متعبة، فيها الأسى، فيها العذاب. سيدنا بلال رضي الله عنه كانت توضع الصحراء على صدره، يؤخذ إلى الصحراء في عز الحر وتوضع الصخرة rock, a very big rock, put it on his chest. سيدنا بلال رضي الله عنه وكان حتى يرجع ويكفر بمحمد ويكفر بهذا الدين. كان يقول أحد كان يرفع صبابته، تحمل العذاب وتحمل
وتحمل الجوع وتحمل العطش وتحمل الحرارة في سبيل لا إله إلا الله. هذا سيدنا بلال. فقيل له يا بلال كيف تحملت المشقة؟ كانت توضع الصخرة على صدره، كيف تحملت هذا العذاب؟ فقال مزجت. بلال يقول مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فضحك حلاوة. هذا سيدنا بلال عبد حبشي. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال كنت أسمع لك دف في الجنة فماذا كنت تعمل؟ كان عنده امتثال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان عنده قال ما حدث إلا توضيته. هذا من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء النظافة. السنة بينت لنا كل شيء. كيف الإنسان يستقبل القبلة وهو متوضئ طاهر. دين الإسلام دين عظيم أيها الأخوة، دين عظيم. فلا بد أن تأتي عظمة هذا الدين في قلوبنا. فلا بد أن تأتي عظمة هذا الدين والدعوة لهذا الدين. دين يسر، دين سهل، ولكن نحن عقدنا المسائل ونحن صعبنا المشكلة. لماذا؟ لأنه لا ننسى كذلك إبليس والشيطان لعنة الله عليه لا يترك الإنسان معه حتى الموت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نحن نستعين من الشيطان، وكيف نحن تكون عندنا الهمة وتكون عندنا الشفقة وتكون عندنا الرحمة على بعضنا البعض. فجزاكم الله خيرا. هذه مقدمة بسيطة عن الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتحمل هذه الأمانة، هذه المسؤولية. This is responsibility. مسؤولية الدين. كل إنسان يقول نحن كل يوم هكذا هذه this is my car, this is my house, this is my